في شهر 6 اللي فات عيل صغير عنده 16 سنة قتل أمه. مش ده المهم ان الواد قتلها بسبب بابجي. بابجي، اللعبه اللي العيال طول اليوم بتهبد فيها دي. القصه كالاتي: جه بلاغ للشرطه من الجيران بان البيت ده طالع منه ريحه مش طبيعيه، شكلها والله اعلم كده ريحه جثه، وان الناس اللي جوه البيت دول ليهم كام يوم كده مش باينين. اول لما جت الشرطه لقوا اوضه فيها جثه الام واوضه تانية بينام فيها الواد واخته الصغيره. طبعا الواد حاول يالف قصص وروايات وان في حرامي هو اللي جه البيت وعمل كده، ولكنه في الاخر اعترف ان هو اللي قتلها بمسدس ابوه، وانه كمان هدد اخته الصغيره: لو نطقت بكلمه يا بت انتي هتحصليها. ابوه لما رجع من السفر قال في التحقيقات انهم كانوا ملاحظين ان الواد ليه فتره سلوكه متغير، وانه اتخانق مع امه كذا مره بسبب انها منعت عنه بابجي، وانه اخر كام يوم كان بيقفل على نفسه الاوضه ويقعد مع اللعبه بالساعات. تلاقيك دلوقتي بتقول يا عم الواد ده شكله مش طبيعي، مفيش حد عاقل يعمل اللي عمله ده، ولكن للاسف الواد كان حد عادي جدا. وده مش كلامي، ده الكلام اللي اثبتته اللجنه النفسيه اللي اتعرض عليها قبل ما يدخل الاحداث. قالوا ان السلوك العنفواني اللي الواد بقى عليه ده مرتبط باللعبه اللي هو اتعود انه يلعبها. القصه دي حقيقيه وحصلت في الهند. السؤال بقى: ازاي لعبه تأثر على الواد بالشكل الخطير ده؟ وازاي الفيديو جيمز عموما بكل انواعها بتدمر دماغنا وسلوكنا واحنا مش حاسين؟ والاهم من كده ان تأثيرها اخطر واكتر على الاطفال. علشان تفهم وتعرف اوعى تقفل الفيديو ده. سبتمبر 2018 منظمة الصحة العالمية نشرت مقال بعنوان Gaming Disorder، يعني اضطراب الألعاب، واللي فيها اعترفت رسميا بأن الفيديو جيمز بتسبب خلل أو اضطراب في السلوك، وأدرجت الاضطراب ده ضمن دليل التصنيف الدولي. ولو أنت مش فاهم إيه التصنيف الدولي فهو باختصار المعيار العالمي والأساس لتحديد الأمراض. منظمة الصحة العالمية حذرت من الفيديو جيمز وقالت إن اللي بيلعب بشكل مستمر بتظهر عليه سلوكيات قريبة من سلوكيات المدمن: ضعف التحكم، قلة التركيز، تراجع المستوى التعليمي. الأخطر من كده بقى إنه بيدي الأولوية للعبة عن أي حاجة تانية في حياته. بعد التصريح ده الدنيا اتقلبت. شركات صناعة الألعاب اعتبروا التصريح ده ما هو إلا إعلان حرب عليهم، وطبعا ليهم حق يقلبوا الدنيا لأن الأرباح من وراء الألعاب دي أرقام فلكية، مئات المليارات. تصريح منظمة الصحة كان بيقول إن الألعاب بتسبب حاجة ما نقدرش نسميها إدمان صريح، لكنها قريبة منه، حاجة بتشدك، بتخليك ماسك في اللعبة دايما وبتديها الأولوية عن أي حاجة في حياتك. إزاي ده بقى بيحصل؟ هفهمك. كان في عالم نفسي اسمه فريدريك سكينر. الراجل ده حب يعمل تجربة إزاي يزرع سلوك معين في الكائنات الحية، فجاب صندوق فاضي مفهوش غير زرار، وأول لما يضغط عليه تتفتح طاقة صغيرة فيها أكل، بتتفتح لوقت قليل وبعدين تتقفل. عمنا سكينر في الأول جاب حمامة وحطها جوه الصندوق، وبشكل عشوائي الحمامه لما ضغطت على الزرار اتفتح المكان، اكلت وبعدين قفل. ولما كررت الموضوع كذا مره الحمامه تلقائيا ابتدت تفهم ان كل ما هتضغط على الزرار ده في مكافاه اللي هي الاكل. بعدها سكينر جرب التجربه دي على كذا كائن حي تاني ولكن باختلافات بسيطه، زي مثلا لو لقيه ما ضغطش على الزرار يروح يدي صعقه كهربائيه للصندوق، فالكائن الحي اللي جوه يفهم ان ده عقاب ليه عشان ما ضغطش على الزرار. ومن بعد تجربه صندوق سكينر وحصلت نقله في علم النفس السلوكي، قانون الاشراط الإجرائي. العلماء فهموا إن الكائن الحي عموما بما فيهم الإنسان بيحب المكافأة، ممكن ما يرضاش يقوم بإجراء معين، ولكن لو عرضت عليه مكافأة اللي هي الشرط هتكون بمثابة دافع تخليه يتحرك ويعملها، لأن ببساطة المكافأة هتديله الإحساس بالسعادة اللي احنا محتاجينه، واللي هو معناه إفراز لهرمون الدوبامين. الفكرة بقى في إن عقل الإنسان ما بيعرفش يميز بين المكافأة اللي هتفيده فعلا زي مثلا فلوس حقيقية وبين المكافأة المزيفة زي اللي في الألعاب اللي هي بتكون عبارة عن جفت أو عملة وهمية جوه اللعبة. العقل بيشوف الاتنين على انهم حاجة واحدة، حاجة هتفرز الدوبامين وهتديله الشعور بالسعادة. يعني بمعادلة بسيطة: العب اللعبة هتكسب جوائز، فعقلك يسجل ده على انه انتصار ويفرز دوبامين يخليك سعيد، وهكذا. يعني افرازات دوبامين كتير على حاجات مش حقيقية. كل ده بيخليك صعب تبطل تلعب لان عقلك شايفها مصدر سعادة. كل الالعاب بقى اللي انت بتشوفها حاليا فكرتها مبنية على صندوق سكينر، فلذلك تلاقي اللعبة بتقولك عد الليفل ده وهتاخد الجفت دي، اهزم الوحش ده وهتاخد 1000 ماسة، كومبليت للمهمة دي وهيتفتح لك السلاح الذهبي. واو الذهبي. ناهيك بقى عن الالقاب اللي جوه اللعبة: اقتل 10 بالسنايبر وهتاخد لقب إليت، فوز 20 جولة متتالية وهتاخد لقب المغوار. فاللي بيحصل انك بتتعلق بالمكافآت اللي جوه اللعبة من غير ما تحس، وتلاقي نفسك مش قادر تبعد عن اللعبة لانها بتديك احساس النجاح والانجاز. اعمل كذا وهتكسب كذا، ولكن في الحقيقة زي ما قلت لك هو نجاح زائف، مجرد لعبة. ولو حاولت تبطل تلعب فاحتمال كبير تصاب باضطراب الالعاب وتحس بالاعراض اللي قلنا عليها من شوية.
للاسف الشديد اللي بيصنعوا الالعاب دي بيشغلوا معاهم علماء نفس وخبراء في الاعصاب والسلوكيات وعلم الاجتماع علشان يعرفوا يعملوا حاجه تجذب المستخدم فعلا، وده بالمناسبه اسمه تقنيه الاقناع للي عاوز يطلع يعني. في الاونه الاخيره بقينا نسمع عن حالات انتحار بين الاطفال بسبب الالعاب، وده قتل صاحبه بسبب ان هزمه في بابجي، وده قتل امه بسبب انها منعت عنه بابجي. فقال لك مفيش اجابه صريحه وتجاوب على ليه شخص يعمل كده عشان لعبه حتى لو كان عنده 15 16 سنه، لانه اكيد هو مدرك ان الموضوع مش مستاهل كده. ولكن اللي نستنتجه من الحوادث اللي حصلت دي ان الافراط في استخدام الفيديو جيمز للاطفال وانك تحاول تحرمه منها مره واحده ممكن يؤدي لردة فعل للاسف هتكون اليمه. واخيرا لو انت كبير او صغير فانا مش جاي اقول لك ما تلعبش، ولكن بقول لك فرق بين انك تلعب علشان تستمتع وبين انك تلعب علشان متعود انك تلعب. الالعاب اتعملت علشان تسليك وقت الفراغ، فلو لقيتها واخداك عن اولوياتك شغلك او مذاكرتك فاعرف انك كده في خطر وانك محبوس جوه صندوق سكينر. بس كده. اهم حاجه بقى لو ليك صاحبك مدمن على الالعاب فابعت له الفيديو ده علشان توعيه ويستفاد، ولينك الانستجرام هتلاقوه في الكومنتات ادخل اعمل فولو، ولينك قناه اليوتيوب برضه هتلاقوه في الكومنتات ادخل اعمل سبسكرايب علشان تدعمني اكمل. انا احمد البطل، هنا الغرفه.